السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا آية اللي لسه ما يعرفنيش. هعمل معاكم النهارده كيكة الماربل كيك او الزبرة كيك حسب ما بتسموها. كيكة سهلة وبسيطة جدا في مكوناتها، ب2 بيضة بس هنعمل احلى كيكة هشة وطرية جدا بمكونات بسيطة واقتصادية. هتعملي احلى كيكة، فيلا بينا نشوف الطريقة. توكلنا على الله. في بول هنزل ب2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، كوب وربع من السكر، رشة بسيطة من الملح. استخدمت المضرب الكهربائي، تقدري تعملي الخطوات دي في الخلاط او بالمضرب اليدوي. المهم تخفقي لحد ما السكر يدوب تماما وتحسي ان القوام بقى كريمي معاكي ولونه افتح. تضربيهم لمدة 3-4 دقايق تقريبا. بعد كده هتنزلي بكوباية الا ربع من الزيت، ويفضل ان الزيت يكون لونه فاتح. كل ما الزيت يكون لونه فاتح هيساعد ان الكيكة تطلع معاكي فاتحة مش غامقة. هنزل عليهم بكوب من الحليب الدافئ. بعد ما هتضربي المكونات دي كلها مع بعض كويس، هننزل عليهم بالدقيق. معايا 2.4 من الدقيق. هتنزلي عليهم بمعلقه كبيره ونص من البيكنج باودر. لو هتستخدمي كيك شيف انزلي بالظرف كله. نزلت ب2 معلقه كبيره من النشا، بتساعد ان الكيكه تكون هشه معاكي وطريه معاكي لاطول وقت ممكن. هتدخلي المواد الجافه، وبعد كده بالمضرب اليدوي هتقلبي الخليط مع بعضه لحد ما يبقى معاكي القوام بالشكل ده. بالسباتولا او بمعلقه بتقلبي من تحت لفوق وتتاكدي ان الدقيق كله اتقلب مع الخليط. بعد كده هتقسمي الخليط ده لجزئين متساويين. هتسيبي جزء ابيض عادي بالفانيليا، والجزء التاني هننزل عليه بمعلقه كبيره مليانه من الكاكاو الخام. هتنخلي الكاكاو كويس جدا، هتقلبي الكاكاو مع الخليط كويس جدا. هتحسي ان القوام تقل معاكي، فهتنزلي بمعلقه كبيره من الحليب علشان نخلي القوام مظبوط. بعد كده نزلت من نص معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، ربع معلقه صغيره من القرفه. القرفة والقهوة سريعة الذوبان دي إضافات اختيارية تقدري تستغني عنهم، بس بتعزز الطعم جدا. استخدمت صينية مقاس 24 مبطناها كويس جدا بالسمنة والدقيق. في منتصف الصينية تنزلي بشوية من خليط الفانيليا، وفوقيه شوية من خليط الشوكولاتة، وهكذا لحد ما الكمية كلها تخلص معاكي. ولازم تاخدي بالك ان يكون قوام كيكة الشوكولاتة نفس قوام كيكة الفانيليا. لو حسيتي ان قوام كيكة الشوكولاتة تقيل معاكي قوي، ممكن تزودي حليب كمان علشان الكيكة تكون شكلها منظم معاكي. بعد كده بأي عصاية أو سكينة رفيعة هتعملي خطوط بالشكل ده علشان ناخد شكل الوردة، وبتكوني من فوق بس، ما بتنزليش بالعصاية لتحت خالص. بتخبطيها خبطتين بالشكل ده عشان تخرجي منها اي هوا زيادة. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتدخليها في الرف الأوسط. هتاخد معاكي تقريبا من 35 ل45 دقيقة. ممكن تحتاجي تفتحي عليها الشواية آخر دقيقة. هتسيبيها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده تقطعيها. الكيكة طالعة هشة جدا رغم ان احنا عاملينها ب2 بيضة بس. تحسي ان هي كيكة اسفنجية وطرية جدا. عايزاكم تلاحظوا قد ايه هي طرية وهشة. شايفين القوام عامل ازاي؟ اسفنجية جدا. جربوها وقولوا رأيكم في التعليقات. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.